فعلا هذه تعتبر أصعب مرحلة في التاريخ الكروي الكبير تركيبة بشرية في فرق المغرب، خصوصا أنه كما شفتوا بأنه المباريات اللي ولات كتلعب بواحد الشكل يعني متراكمة وحدة مورا الأخرى، واللي زادت تحملت علينا هي العنا ديال الإصابات. الإصابات ديال بنيتي من الدرجة الأولى واللي حنا وصلنا الشهر الثالث هو مازال ما رجعش، وشفتوا لعبنا بالحارس الثاني، لعبنا بالحارس الثالث ولعبنا بالحارس الرابع في بعض الأحيان اللي هو جلال. فأكثر من هذا الإصابات اللي من بعد ديال الحلول في الجديدة واللي ما قدرش يلعب في المباراة ديال الوداد بالرغم من هذا، وكذلك العنف ديال الطرد ديال بعض اللاعبين. فالتركيبة البشرية في الرقم الرئيسي ماشي تركيبة غنية، لأن ملي كنحسبوها في 4 ديال العناصر ديال حراس المرمى كما شفتم وفيها 22 لاعب، وفيها 22 لاعب تيظهر لي بأنه الجاهزية ديالهم ماشي 100% إلا قارنا يعني مع الفروق اللي كتكون عندنا التركيبة البشرية كبيرة بزاف، وخصوصا كما كنقول دائما بأنه الانفيرموري يعني المسحة يعني عامرة، وكتضاف لك في مباراة اليوم اللي فعلا بالنسبة لنا مباراة ديال التروفا، مباراة اللي كنهيئوا فيها أنفسنا من الناحية المعنوية وماشي غير الناحية المعنوية حتى بدنيا حتى تقنيا وتكتيكيا، يعني بالاوتوماتيزمات اللي خصنا نهيئوهم باش ان شاء الله نواجهوا الفريق ديال الزمالك. فاذا به هناك تغييرات اضطراريه ديال الصخره كما شفتوا، كان تغيير ثاني اضطراري ديال اللاعب الصيبي من بعد رجوعه من بعد الاصابه اللي فوت واحد فتره طويله. ونعطيك اكثر من هذا، هنا كان بعض اللاعبين يعني 50% لاعبين امثال العياطي اللي كان طلب التغيير وما بغيناش يكون ثلاث تغييرات اضطراريه باش لنا الشوط الثاني اكيد بانه خفنا من اصابه اللاعبين. وشفتوا كم من مره عبد المنعم بالرابع كان تيطلب التغيير، حتى حمزه بورزو كان تيطلب التغيير، وهذا شيء اكيد بانه صعب. ولكن هناك يعني جانب اظن بانه اللي الميزه في الفريق المغربي الفاسد هو الجانب المعنوي، واكيد بانه ملي كيكون هذا الجانب المعنوي مع النتيجه ديال اليوم اكيد علقت من المعنويات. وحنا ان شاء الله عارفين التدبير ديال المخطط الاسبوع او المخطط التدريبي ديالنا ديال الاسبوع باش يعني نحاولوا نزيدوا شويه من الجرعات ديال اللياقه البدنيه، ونعتمدوا اكثر على الريكيبيراسيون يعني على الاسترجاع كل ما هو ثروه بدنيه، وكذلك نعتمدوا اكثر على الطاقم الطبي اللي اظن بان عنده عمل كبير جدا باش هذا. وهناك عامل جد مهم كذلك غادي يزكي الحماس والطموح اللاعبين، هو العامل بان غنطلبوا امام الجمهور ديالنا، ومن هذا المنبر كنطلب من الجمهور المغربي كله بصفه عامه والجمهور الفاسي باش يحضر يآزر الفريق ديال المغرب الفاسي، لانه في حضور الجمهور هناك دعم اضافي والدراري كيزدادوا حماس، ولو كانت الاصابه يعني كيزيد كيعطيو يعني الغالي والنفيس. اكيد ان المقابله ديال الزمالك مع المغرب الفاسي مقابله اخويه، وكذلك اثناء المشوار مع الفريق الوطني الاول او الفريق الاولمبي كم من مره نزل المنتخب المصري يعني في العز ديالو كذلك. اما حاليا فريق الزمالك اكيد بين له تاريخ، ولكن ماشي هو فريق الزمالك الذي يهاب فريق الزمالك القوي، خصوصا في ظل الاحداث وفي ظل يعني الواقع ديال الكره الحاليه في مصر. اكثر من هذا فريق المغرب الفاسي اصبح له وزن، فاظن بانه لا شفتوا غير التتبع ديال فريق الزمالك في فريق المغرب الفاسي، هذا كيبين بانه عنده تخوف منه. ولكن هذا ماشي شيء عيب، بالعكس حتى حنا عندنا اشرطه ديال فريق الزمالك كندرسوها هذا، وغتبقى الواقع ديال المباراه ان شاء الله كما قلت دائما كيختلف على كل دراسه التدريب من قبل، لانه كيبقى التدبير ديال المباراه ما يسمى بالكوتشينغ هو اهم حاجه اثناء المباراه. هذاك الشيء باش كنعول اكثر اكيد تنهيئ كل الظروف ملائمه، ولكن كنعول اكثر اثناء المباراه، وكل فريق يحاول يبين على قوته داخل الملعب ان شاء الله يوم السبت. من هذا المنبر دعمكم لينا راه لا مفروض باش انتم لكم دور، لكم وانتم طرف كذلك في تحقيق انجازات فريق المغرب.